واش عمرك تخيلتي انك تخرج تخدم بسيارتك وما ترجعش لدارك نهائيا؟ القضيه اللي غنهضروا عليها اليوم صدمات بزاف ديال المغاربه في الساعات الاخيره. معكم مصطفى من قناه اخبار يوميه، تابعوا معنا التفاصيل. شاب من سيت طيبي ضواحي القنيطره كان كيخدم في مجال نقل الاشخاص عبر التطبيقات الذكيه الان درايف. خرج بحال اي نهار عادي يخدم، لكن فجاه انقطع الاتصال ديالو مساء السبت الماضي. عائلته وصحابه دوزوا ساعات طويله ديال القلق والترقب، كيقلبوا عليه كيتسناو شي خبر. لكن الصدمه الحقيقيه كانت في صباح اليوم الموالي. تم العثور على الشاب جثه هامده بمنطقه ابواب تماريس اقليم النواصر. لكن اكثر من هذا واللي كيحز في النفس، لقاو محروق بالكامل، الله ياخذ فيهم الحق. واللي زاد هذه القضيه غموض هو اختفاء الهاتف والسياره اللي كان كيخدم بها. وهنا بداو كيطرحوا بزاف ديال الفرضيات. واش كان استدراج؟ واش سرقه؟ ولا كانت تصفيه حسابات؟ وفور اشعارها بالحادث حلت عناصر الدرك الملكي والشرطه العلميه بعين المكان، وتم فتح تحقيق تحت اشراف النيابه العامه باش يتكشفوا جميع تفاصيل هذه الجريمه الغامضه. بمجرد انتشار الخبر مواقع التواصل الاجتماعي شعلات، عدد كبير من المواطنين عبروا على الغضب ديالهم واستنكروا هذه الجريمه البشعه، وطالبوا بفتح تحقيق معمق وتطبيق اقصى العقوبات في حق كل من تورط في هذا الفعل الاجرامي. وسط هذا الغموض كامل كانت العائله ديالو كتعاني في صمت. مرتو مازال ما صدقاتش اللي وقع، كتسنى غير يرجع ويدخل من الباب بحال كل مره. والاصعب من هذا الشيء كامل خلى من وراه بنت صغيره مازال ما كملات حتى عام، بنت ما غتعرفش باباها وما غتعيش حتى ذكرى معاه. حزن كبير خيم على العائله وصدمه ماشي سهله يتقبلها اي انسان. وحيت الروح عزيزه عند الله، اليوم تمكنات المصالح الامنيه مدينه سلا من توقيف المشتبه فيهم في هذه الجريمه، تم تقديمهم امام العداله من اجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات والتفاصيل المرتبطه بها. هذا التطور جاب شويه ديال الارتياح لعائله الضحيه والعدد كبير من المواطنين اللي كانوا كيتسناو معرفه الحقيقه. جريمه بحال هذه كتخلع وكتطرح تساؤلات كبيره على سلامه الناس اللي خدامين في هذا المجال. رحم الله الفقيد والهم عائلته الصبر والسلوان. لكن الاسئله اللي كتبقى مطروحه، واش فعلا العاملين في مجال نقل الاشخاص عبر التطبيقات عايشين في الامان الكافي؟ شنو هي الاجراءات اللي خاص تتخذ باش نحمي هذه الفئه من هذه المخاطر؟ واش خاص تكون مراقبه اكثر للزبناء اللي كيستعملوا هذه التطبيقات؟ خليو ارائكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع. وما تنساوش تتابعونا في القناه باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.